صباح النور. لا تكون ثقافة إلا متى كانت حرية. لا تكون ثقافة إلا متى كانت حرية. الحرية للثقافة شرط وجود، أو هي بهذه المثابة: ومن ليس حرا دونه ودون الإبداع الثقافي مساحة الفراغ الذي لا يحاد. وحيث لا تكون حرية يمكن للثقافة أن تكون أي شيء آخر غير أنها ثقافة. يمكنها أن تتحول إلى إيديولوجيا خادعة وتبريرية، إلى خطاب متلعثم يغمغم بمفردات غامضة وتبريرية، إلى فولكلور للزينة، إلى أي شيء تفتقر فيه إلى ما يجعلها الثقافة، أي تعبر وتبوح، تكشف المخبوء وتهتك المستور، وتؤدي وظيفتها الإنسانية والاجتماعية والجمالية. هل هناك ترجمة من فضلكم؟ هل هناك ترجمة؟ ترجمة إلى الفرنسية من فضلكم. وليس صحيحا أن قليلا من الحرية خليق بأن يصنع مثقفا أو مبدعا. فالحرية لا تقاس بالمقادير ولا تخضع للتكميم الحسابي من الكم، ففي تقييدها بالحدود حط ودراية بمعناها. الحرية للمثقف كالفضاء الفسيح للطائر أو كالماء للسمكة، فكما أن الطائر لا يملك أن يحلق في القفص، والسمكة لا تملك أن تسبح في زجاجة الزينة المنزلية، كذلك لا يكون في وسع المبدع المحجوز بأصفاد المنع والمتمتع بشبه حرية أن يبدع بالمعنى الحقيقي للإبداع، المعنى الوحيد له كانطلاق حر نحو إعادة بناء كل الأشياء والرموز والمعاني والعلاقات. الثقافة والإبداع تجربة مريرة مع السلطة، جميع أنواع السلطة. تختصر محنة الحرية في تاريخها. الإبداع في عرف كل سلطة تطاول على الموروث والمتعارف عليه والمشهور بين الناس في العقائد والتقاليد والقيم والأخلاق العامة. هو في هذه الحال أشبه ما يكون بالبدعة، وهي موطن الذم والقدح عند حراس الموروث العقائدي والأخلاقي. البدعة خروج عن الأصالة ومروق، والإبداع صنوها في ذلك المروق منظورا إليه كتحرر من سلطان السائد والموروث. هل هي محض الصدفة في اللسان العربي أن تتشابه البدعة والإبداع لفظا وأن تشتقا من الجذر اللغوي نفسه، أم أن وراء التشابه بعض تماه في المعنى والدلالة لدى حراس الموروث والسائد والمقدس؟ يواجه المثقفون والمبدعون ثلاثة أنواع من السلطة متضافرة الأهداف، وإن اختلفت في التكوين والمجال: السلطة السياسية والسلطة الدينية والسلطة الاجتماعية. يقوم على كل سلطة سدنة وكهان وأكلير سياسي وأخلاقي يتعهد مقدساته السياسية والدينية والاجتماعية بالصيانة والحماية من المتمردين عليها والمتطاولين بالإبداع والنقد على مقامها الحرام. الجامع بين سدنة المقدس هؤلاء هو التحريم الجديد والمستجد والرأي المخالف والنقد والسؤال، وكل ما يشتبه في أنه ينتهك محرمات السياسة والقانون والأخلاق والتيولوجيا التي تعيش منها وتتعايش على امتيازاتها طبقات طفيلية ريعية من رجال الدولة والدين والنظام الاجتماعي التقليدي. ليست ذهنية التحريم ذهنية سياسية، وإن هي توسلت مفردات سياسية، وإنما هي ذهنية ما قبل السياسة أو سابقة في الوجود للحظة السياسة بمعناها المدني والعصري كفعالية إنسانية واجتماعية
يحكمها مبدأ النسبية والتنافس، وهي قطعا ليست ثقافة دينية، لأن الأديان أتت تمثل ثورة على السائد والموروث، وتحرر الوعي الإنساني من الخوف من المجهول، وأتت تدعو إلى التسامح والاجتهاد وإعمال العقل، وإنما هي ثقافة قبل دينية تتمسح بالمقدس كي تنتهك أقدس حق في الوجود، الحرية. ثم إنها ليست ثقافة مجتمع ولا أخلاقه التي عليها درجة، وإنما هي تستثمر تمسك المجتمع بمنظوم قيمه، فتوحي بأن الثقافة والإبداع ينتهكان ثوابت تلك المنظومة حين يسائلان السائد والموروث. نعم، لا يمكن نسبة ثقافة التحريم إلى القانون والدين والنظام القيمي والأخلاقي، إنها ثقافة القراصنة والمحتلين والمستبدين والمفسدين في الأرض، وهي ثقافة معادية لكل ما دعت إليه شرائع السماء والأرض والثقافات والحضارات من مبادئ وقيم عظيمة. إن إكليروس التحريم لا يتمتع بأي قوة سوى تلك التي يصطنعها لنفسه من ادعائه النطق باسم الدولة والدين والمجتمع. إن التجسيد الأعلى والأكثر قبحا وبشاعة للقمح والتحريم: حرام عليك وطنك المستباح بعساكره الغزاة، وحرام عليك أن تتحدث عنه، أن تكتبه، أن تغنيه، أو أن تلعن المحتل. أنت في هذه الحال إرهابي، أي مارق عن إرادة الاحتلال ومن يسوغون له الحق في ممارسة الاحتلال. أن تناضل ضد التحريم معناها أن ترفع صوت الاحتجاج عاليا ضد هؤلاء جميعا، وضد المستبدين المتمسحين بالقانون، وضد المعادين للحضارة المستغلين للدين والقيم والأخلاق، وضد البرابرة الغزاة المحتلين. أيها القراصنة، ارفعوا أيديكم عن حناجرنا، ارفعوا أيديكم عن قيس ويوسف، هذان اللذان بكل تاريخنا جسدوا الجمال والحب قبل أن تتطاول عليهم خناجرهم. لا أتحدث هنا في العموميات، أتحدث عن تجربة مريرة عشتها مرتين، مرة في بلدي، بلد إشعاع والنور بين المزدوجين لبنان الحبيب، ومرة أخرى في البحرين، الجزيرة المطوقة بالدفء. لن أتحدث اليوم عن دعوى الحق العام على يوسف، حيث اضطررت إلى دخول قصر العدل لأكثر من جلسة محاكمة، وقد برأ نفسه القضاء اللبناني من تهمة قمع الحريات. لن أتكلم أكثر عن هذه القضية لأن الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب نقل كل تفاصيل هذه المحاكمة، بل سأروي أخبار المجنون، وذلك عندما ذهبت إلى التراث العربي رفقة الشاعر البحريني قاسم حداد بحثا عما يضيء حاضرنا ونستعيد به ما نسيناه وما افتقدناه في حياتنا الراهنة، نعني الحب. نعم، الحب. جلبنا درة الحب الخالدة، شعلة الوجود التي لا تخبو جذوتها ما دام هناك عاشق أو عاشقة يتنفسان الحب. جلبنا حكاية من ذاب وقيل من جن، وصقلنا الحكاية بما تيسر لنا من شعر وموسيقى وغناء ورقص ودراما، وما كان لدينا غير مطمح واحد: أن نحرض الناس على الفرح لا الغياب، على الحياة لا العدم. كانت غايتنا أن نعبر عن العاطفة الإنسانية في أبهى وأنقى تجلياتها، وأن نمجد الجدير بالتمجيد، الحب. أبدا لم تكن غايتنا أن ندغدغ الغرائز الأدنى عند جمهور جاء بكل براءته وثقته وفطنته ليعرف ويستمع ويفتح قلبه على سعته بلا موقف مسف، بلا ضغينة ولا أحكام. جمهور بيننا وبينه ميثاق من الاحترام المتبادل، لا يمكن أن نحط من قدره بتقديم ما هو فج ومبتذل، لكن أبدا لم يخطر ببالنا أن ما نقدمه من غرض نظيف وبريء ومتجرد من النوايا السيئة والخبيثة سوف يؤول غيابيا بخلاف ما هو مقصود، وسوف يرى فيه حماة الدين والأخلاق والطهارة عملا فاحشا ومعيبا، وسوف يرون فيه خروجا على الشريعة الإسلامية والأخلاق العامة. شكلوا لجنة تحقيق فيما يسمونه خروجا على الشريعة. إنها محاولة مقصودة ومنظمة لإرهاب كافة أشكال الفكر والثقافة وقمع كل مسعى إبداعي. الثقافة الحرة الرافضة للامتثال هي المستهدفة،
إنه دفاع باطل عقيم مشكوك فيه عن دين لا يستمد قوته وعظمته واستمراريته من العنف اللفظي والبدني الذي يمارس فقهاء الظلام وتجار الفتاوى، بل مما يدعو إليه من تعايش وتسامح ومحبة. دين في جوهره قائم على الحوار والاجتهاد، دين لا يحتاج إلى دم شاعر أو أديب أو صمت أغنية كي يحافظ على بقائه، لا يحتاج إلى صراخ وانفعال وتشنج للدفاع عنه. كانت دعوة صريحة ومباشرة للانغلاق، لمصادرة حق الآخر في التعبير، لإنكار تعددية الأصوات. المثقف العربي متهم دوما أو عرضة للاتهام في أي وقت ما دام يبدع، لذا فهو ليس مطالبا بأن يبدع فحسب، لكن أن يدافع عن إبداعه ضد قوى القمع المتربصة به عند كل منعطف. أصدقائي، إن ثمة مستقبلا لا يمكن لأحد منعنا في الذهاب إليه أحرارا وبمختلف اجتهاداتنا الفكرية والفنية. وبصدق أقول لكم، لقد زرفت عسل النحل المخبأ وامتصه ذلك النغم المتعطش لهستيريا اللذة حتى آخر قطرة، وكان لتلك النحلة أن تصمد مع هيجان عناق وصراخ الشعر. كان الليل أليل أمام المجنون يقطمه قطعة قطعة كالحلو الناعم، كالشعاع قبلا قبلا تتهاوى على الجسد المغمس بلهفة الحب المفتوح على احتمالات الشهوة الدائمة. وكانت عيون ليلى بخضرتها الصافية تؤجج تلك الرغبة التي لا تنتهي، وعطش لا ينام، وملح الجسد ورائحته الذكية تشتعل في صراخ عار من أي فضيحة. كل رجل في داخله قيس، وكل امرأة تداري ليلى في قلبها. فلنتعمد جميعا بمياه الحب اللذيذ، وليكن ذلك القربان الأول زادنا نحو السمو الإنساني. أصدقائي، لنحرص أن نظل عشاقا نتمرغ في تراب الجسد، ولنقاوم الأيدي التي تحاول نزع ريش طيورنا المحلقة نحو ذلك النور البعيد. وشكرا.